عايزة أسأل حضرتك إيه علامات بداية ضعف السمع اللي آخد بالي منها؟ بص، هو الصغيرين طبعا ما شاء الله الدولة المصرية دلوقتي عاملة مبادرة تمام. لكل الأطفال اوريدي اللي هم حديثي الولادة. بيتم الكشف المبكر عليهم عشان لو في ضعف سمع من وهم صغيرين يبدأوا يلحقوا الموضوع من بدري، ما يسيبوش الموضوع ما يتفاقم. خلينا نقول مثلا لو انا حاسه ابني شويه كبر بقى عنده 6 سنين او 7 سنين بالظبط. مثلا، وانا حاسه ان في مشكله او كده، طب انا اعرف ازاي اصلا ان في مشكله؟ اللي انا مفيش استجابه، بنادي عليه مثلا ما بيلتفتش ليا، الجرس التليفون بيرن مثلا او حاجه ما بيسمعنيش، ما اه بيسمعش أي حاجة حواليه. انا انادي مثلا، بدل ما انادي عليه مثلا مره واحده، لا بنادي عليه اكتر من مره، ولازم اعلي صوتي عشان خاطر يبتدي ينتبه او يتحرك. ده بقى يخليني أنا كأم أقلق، ده خلاص كده محتاج سماعة طبية، ولا هل دي مشكلة ممكن ألحقها في أولها بالعلاج؟ طبعا في مشكلتين. لو المشكله اللي بتسبب ضعف السمع دي في الاذن الوسطى، اللي هي مثلا خلينا نقول عباره عن التهاب في الاذن الوسطى، او في وكس اللي هو شمع في الاذن الوسطى، ده بيعوق السمع اللي هو يوصل بانسيابيه للقوقعه. موضوع في أوله لسه ما بقاش وصل لخطورة يعني. بالظبط كده. تمام. فطبعا هيتوجه لاقرب دكتور انف واذن وحنجره، هيبتدي يكشف على الحاله، هيقول بقى بعد كده ايه اسباب ضعف السمع دوت، او ايه الاسباب اللي مخليه الصوت ما يوصلش بوضوح ليه. لو شمع او التهابات او حاجه زي كده، ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه بسيطه وبتعدي بالعلاج. الدكتور بيكتب كورس علاج بنمشي عليه، وان شاء الله تبقى الدنيا زي الفل. بيبقى محتاج مثلا بعد فتره مننا للاطمئنان بس، اللي انا اعمل زياره تاني للدكتور، اطمن بقى الدنيا تمام، في مشكله ولا لا.